كتير مننا بيشتكي ان الفيديوهات القصيرة مش بتجيب مشاهدات. بننزل فيديوهات قصيرة ولكن مش بنلاقي عليها تفاعل زي ما بنشوف على باقي القنوات. النهاردة عشان ما اطولش عليك هقولك على 5 نصائح من خلالهم هتقدر تعمل قناة للفيديوهات القصيرة ناجحة واحترافية وبتجيب مشاهدات بشكل كبير. ندخل في الموضوع على طول كده واحنا سخنين، وهقولك على نصيحة مهمة جدا وانت بتشتغل على الفيديوهات القصيرة: ما تعملش فيديو طويل على قناة مخصصة للفيديوهات القصيرة. نقول تاني عشان الناس اللي ما خدتش بالها، انت عملت قناة مخصصة فقط للفيديوهات القصيرة، ما تعملش عليها فيديوهات طويلة. تاني نصيحة: وانت بتعمل الفيديو القصير التزم بأسلوب واحد اثناء تقديمك للفيديو القصير. يعني مثلا ما تطلعش في الفيديوهات القصيرة دايما انت مرح وبتهزر، قدم محتوى ترفيهي من خلال الفيديوهات القصيرة. مرة واحدة الجمهور يلاقيك بتتكلم بجدية، مفيش هزار، مفيش ضحك، مفيش ترفيه زي ما هم متعودين عليك. هيبداوا يستغربوا واحتمال كبير كمان يسيبوا القناه وما يتفرجوش على الفيديوهات بتاعتك تاني. فانت لازم تكون ملتزم باسلوب واحد في تقديمك للمحتوى بتاعك في الفيديوهات القصيره تحديدا اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. عارفين في التحديث الاخير اللي اليوتيوب قال فيه انك ممكن تحط موسيقى من مكتبه اليوتيوب على الفيديوهات القصيره ومش هتسبب لك اي مشاكل، وكمان تقدر تحقق منها ربح. ما تعملش الامر ده دلوقتي انه لسه ما اتفعلش، وكمان شغال في امريكا بس، يعني لسه ما تعممش على باقي الدول. فما تعملش الموضوع ده، ما تحطش موسيقى من مكتبة اليوتيوب على فيديوهاتك القصيرة. فانت التزم بتقديم محتوى حصري 100% بدون استخدام اي عوامل خارجية. في حاجة كتير بيغفل عنها اصحاب القنوات اللي بتعمل قنوات مخصصة للفيديوهات القصيرة، انه بينشئ القناة وبيختار اسم القناة وصورة القناة وبيبدأ يرفع فيديوهات قصيرة بشكل مباشر، وبينسى اهم حاجة في انشاء القناة سواء كانت للفيديوهات القصيرة او للفيديوهات العادية، وهي تهيئة القناة واستهداف الجمهور من خلال الاس اي او. القناة لازم تعمل لها اس اي او وتهيئها لمحركات البحث ولاستهداف الجمهور المخصص من خلال ضبط الاعدادات للقناه. وعشان تعرف تعمل ده هكون سايب لك فيديو في الوصف يعلمك ازاي تظبط اعدادات القناه وتهيئ القناه لمحركات البحث عشان تستهدف بيها الجمهور وتزود نسبه اقتراح الفيديوهات بتاعتك في صندوق الفيديوهات القصيره واستهداف الجمهور بشكل سليم. حاجه مهمه بقى لو انت قدرت تعملها خصوصا من خلال الفيديوهات القصيره، ممكن ما تكونش عارف تعملها في الفيديوهات الطويله ولكن تقدر تعملها في الفيديوهات القصيره، وهي استهداف المحتوى الاجنبي. وهنا انا بتكلم خصوصا على المحتوى الفلوج اللي هو مثلا بيصور اماكن طبيعيه، بيصور مناظر طبيعيه، يقول كلمتين بالانجلش في فيديو قصير، مش لازم يتكلم في فيديو كامل باللغه الانجليزيه لو الانجليزي بتاعك ضعيف. فانت استهدف المحتوى الاجنبي، اعمل عنوان باللغه الانجليزيه، اعمل تاجز باللغه الانجليزيه. انت هنا هتقدر توصل للاجانب عن طريق الفيديوهات القصيره. الفيديوهات القصيره معدل الوصول بتاعها اكبر بكتير من الفيديوهات العاديه، فلما تكون استهدافك للمحتوى الاجنبي انت هنا هتزود من نجاح القناه بتاعتك. ولما تفعل ربح على القناه ان شاء الله بعد تطبيق شروط الجديده اللي هم 10 مليون مشاهده من الفيديوهات القصيره، هتقدر تفعل ربح، وكمان ارباحك هتكون عاليه لانك مستهدف محتوى اجنبي، فبالتالي ارباحك هتتضاعف عن المحتوى العربي. نصيحه كمان مهمه: اثناء عملك للفيديو القصير اهتم بالمونتاج. المونتاج مهم جدا في الفيديوهات القصيره تحديدا. في ناس كتير بتهمل الموضوع ده، يقول لك فيديو قصير دقيقه ويعدي مش لازم نهتم بيه وبتاع. بالعكس، ده تهتم بالمونتاج بتاعه والتاثيرات والحركات والصور ومش عارفه ايه، تهتم بيها اكتر ما بتهتم بالفيديو الطويل. الفيديو الطويل ممكن يكون بيتضمن معلومات ودي اهم بكتير للمشاهد، ولكن الفيديو القصير لما يكون فيه تأثيرات كتيرة وحاجات تشد الانتباه للمشاهد الفيديو بتاعك هينجح بشكل كبير. اهتموا يا شباب بالمونتاج بشكل كبير. انا هنا بخاطب اصحاب القنوات اللي بتعمل فيديوهات قصيرة. المونتاج والتأثيرات والحاجات اللي تلفت الانتباه وتجذب انتباه المشاهد اهتم بيها، هتحسن كتير من اداء قناتك ونجاح قناتك. اخيرا لو عايز تتعلم وتعرف ازاي تجيب 10 مليون مشاهدة وتعرف نصائح كتير هتساعدك على الامر ده، هكون سايب لك فيديو في الوصف بيتكلم عن الموضوع ده، ازاي تحصل على 10 مليون مشاهدة لتفعيل الربح على القناة من خلال الفيديوهات القصيرة. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.